بنقول نعم للدستور عشان الدستور هيضمن ان البلد حالها تستقر والحال يهدى شويه عن المظاهرات والبتاع، عشان البلد اصلا اقتصادها ما ينهار وما فيش اقتصاد ولا في اي حاجه. ولو فضلنا على الحال ده هننهار خالص وهنخش في حوارات هنخش في مشاكل تانيه زي سوريا والكلام ده. فانا من رايي ان الدستور لازم يمشي، لازم الحاله دي تمشي 5 سنين او فتره رئاسيه تاني او خلاص. ورايي ان في 25 يناير مش هيحصل اي حاجه، الامن هيكون ساكت كل حاجه، والمظاهرات هتبقى فيه شويه اشتباكات وبتاع، بس الموضوع كده كده في ايد الامن والبلد خلاص رجعت. وده دستور كاتبه يعني ناس ما تمثلش الشعب، دي ناس فنانه ما تمثلش الشعب، ناس ما علمانيه ونصرانيه ما ينفعش اصلا نصوت عشان ده حرام اصلا نصوت عليه. ويوم 25 يناير ان شاء الله تشوف مظاهرات جامده باذن الله. مظاهرات واللي حصل في يناير اللي فات هيبقى في يناير الجاي باذن الله. وثيقه دم عمرو موسى والسيسي وعدلي منصور. موقفنا منها ببساطه هو المقاطعه ليه في اسباب كتير جدا نقاطع عشانها. اولا ان العسكر ما احترموش كل الاستحقاقات الانتخابيه اللي فاتت، وداسوا بالبيانات بتاعتهم على اصوات الشعب. ثانيا ان كتير جدا من المحسوبين على النظام ده زي معتز عبد الفتاح قالوا ان النظام ده هيمرر الدستور حتى لو الشعب قال لا. موقفنا ببساطه ان احنا ما ينفعش نقول نعم على وثيقه في ظل قتل الالاف. لو واحد دلوقتي راح للجنه من لجان الاستفتاء وقال لهم مثلا انا ربعاوي او انا اؤيد شرعيه الرئيس، هو ما يضمنش ايه اللي ممكن يحصل له وهو وسطيهم، فما بالك بعد ما يدلب صوته ويمشي. ازاي هو لا يامن على رايه وهو وسطيهم، ازاي هيامن على رايه بعد ما يسيب رايه وسطيهم ويمشي؟ موقفنا من يوم 25 يناير ببساطه يوم 25 يناير ان شاء الله هيكون مرحله ثالثه من التصعيد الثوري بعد يوم 30/8 وبعد يوم 6 اكتوبر ان شاء الله. مش بنقول ان احنا ان شاء الله هنحسم في يوم 25 يناير، لكن هتكون مرحله جديده من مراحل اسقاط الانقلاب العسكري ده ان شاء الله.